السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا أماراتي جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بدأ العد التنازلي يا بنات. باقي أيام ويخلص شهر شعبان وندخل في شهر رمضان. خلاص مفيش وقت. عايزين بقى طاقة، تحفيز، تقومي كده نشيطة وزي الفل. شقلبي البيت. ولو لسه في حاجات ما جهزتهاش للتلاجة بتاعتك، ما فرستيش، يلا ابدأي وسمي معايا. نقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده بدأت يومي، وديت الولاد المدرسة، وبعد ما جبتهم عديت اشتريت شوية حاجات كده كنت محتاجاها، تفريزات. انا قلت لكم السنة دي مش هجيب كله مرة واحدة، بجيب اجزاء عشان ما اتعبش بصراحة، عشان ضغط المدارس وحاجات كتيرة قوي. فقلت النهارده هجيب شوية حاجات معايا كنت محتاجة ان انا افرزها. زي ما انتوا شايفين كده. والاسعار يا بنات تحفة، الأسعار حلوة جدا جدا الفترة دي، والحاجة جميلة جميلة جميلة. الحاجة فريش. بصوا الفراولة شكلها يجنن يجنن. فقلت ان انا هجيب كام حاجة كده وابدأ ان انا افرز. هو انا دلوقتي شغالة تنظيفات وبرضو الحاجات اللي انا محتاجة ان انا افرزها وكده بعمل في نفس الوقت، يعني اللي بيجي قدامي بعمله. فقلت بقى بدأت، جبت قلقاس وجبت فراولة وجبت بزلة وجبت جزر وفلفل الوان. وايه تاني والخضره بتاعت القلقاس. تمام. وهنبدا طريقه التفريزات بتاعتي دي يا بنات، انا ما بغيرهاش، دي ثابته معايا كل سنه. وما شاء الله بقالي سنين كتير، يعني من قبل ما اتجوز وانا متعوده بعملها. وبصراحه بتبقى حلوه جدا جدا، والحاجه بتقعد معايا من السنه للسنه، ولا طعمها بيغير ولا لونها بيغير. فانا اشجعك ان انت تجربيها وعلى ضمانتي، وان شاء الله هتدعي لي. بدأت أول التفريزات معايا بالقلقاس. حاولت على قد ما أقدر إن أنا أختار القلقاس ما يكونش حجمه كبير قوي، عشان عشان ما يتعبنيش يعني في التقطيع وكده. وبصراحة السكاكين عندي كلها محتاجة إن أنا أوديها للراجل إن هو يحميها، يعني باردة عايزة تتسن شوية. فأقول لكم كمان والله حتى في الفيديو ده السكينة دخلت في إيدي، وأقول لكم في نهاية الحاجات، وخليت ولادي يساعدوني حتى في البزلة بسبب ان انا كنت ظبطت. بصوا بقى، مع احترامي لأي حد بيقول ان القلقاس ما بيتغسلش، لا يا بنات هو بيتغسل. بصراحة انا ما بقتنعش بفكرة ان هو ما يتغسلش، فانا لازم بغسله. تمام. بغسله واصفيه كويس، وبعدين بكيسه بيبقى زي الفل. والخضره بتاعت القلقاس طبعا جبت السلق والكزبره وكده، ورحت يعني بحاول ان انا اشيل العيدان بتاعتهم، اسيب الورق بس، وبحطها على النار زي ما شفتوا لحد ما تدبل وتبدا كميتها تقل خالص. وبعدين احط معاها معلقه سمنه بلدي، واحط معاها التوم بتاعها، واقلبها اقلبها اقلبها اقلبها. وفي الاخر بعد ما تبرد معايا، بعد ما انزلها، بضربها في الكبه وبشيلها جاهزه يا بنات، بشيلها جاهزه على انها تنزل في القلقاس على طول، بتبقى حلوه جدا برضو. اما بقى فلفل الالوان ده انا ما بستغناش عنه، زي الطماطم بالظبط، اللي هو لازم طول السنه اول ما يخلص لازم يكون عندي تاني في الفريزر. بصراحه مسعف ومنجز، بتبقى حاجه موجوده عندك في البيت يعني. وبصراحه انا بشجع التفريزات بالنسبه للامهات بالذات، اللي بيشتغلوا او عندهم ولاد صغيرين، فوقتهم مش ملكهم، ما بيقدروش ينزلوا في اي وقت، فده بيسعف معاكي كتير جدا. هنا بصوا، بقطع شويه تقطيعه الشاورما اللي هو الجوليان، وبقطع المكعبات الصغيره دي تنفع معايا في اي حاجه. تمام. بصوا بقى البزله، زي ما قلت لكم كنت انا في نهايه ما كنت بعمل التفريزات الاولى بتاعت القلقاس وكده، السكينه دخلت في ايدي فعورت لي ايدي. فبصراحه كان باقي معايا البزله، واقول لكم كان يوم يا بنات، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اقول لكم النور قطع، بس كنت خلصت الغالبيه بصراحه. فجزء كبير كنت خلصته وكيسته، واقول لكم ان انا حتى حطيته في الفريزر، واضطريت ان انا لما اصوره لكم الشكل النهائي للاسف كان تاني يوم بعد ما اتجمد في الفريزر، ما عرفتش ان انا اصوره لكم لان النور كان قاطع والاضاءه كانت هتبقى وحشه جدا. هنا ولادي طبعا ايدي كانت متعوره، فانا حاولت ان انا يعني عارفين افتح لهم البزله وهم بقيوا يفصصوها كده. اول سنه يعملوا معايا كده، بس بصراحه قلت حلو، خليهم يعتمدوا على نفسهم شويه ويحاولوا ان هم يساعدوني. حصل اي موقف زي اللي انا فيه ده يبقوا متعودين ان هم يساعدوني فيه. فده دايما اللي بقول لكم، اشركوا ولادكم معاكم في كل حاجه انتوا بتعملوها،
والله مش هتندموا، وهم نفسهم هيحسوا ايه، هيحسوا الحاجه اللي بيعملوها كبيره وان هو بيساعدوك وكده. بدأ معايا عمر وبعد كده محمد جه ساعده. بصوا انا بقيت ان انا افتح لهم البزله زي ما انتم شايفين وهم يقعدوا يفصصوها كده، وفعلا كملوا معايا الكميه كلها. ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم ويخلي لكم اولادكم يا رب، اللهم امين. وما ننساش يا بنات، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. ويا رب يا رب يا رب كل اللي نفسه في حاجه ربنا يرزقه بيها يا رب، كل اللي نفسها في بيبي ربنا يديهولها، ويا رب كل اللي نفسه في دعوه معينه يا رب تستجاب ان شاء الله. داخلين على ايام جميله جدا. لسه باقي معايا جزئيه في الشقه ما خلصتهاش، ان شاء الله هتشوفوها معايا في الفيديوهات الجايه بامر الله. حاول انجز لان مفيش وقت خلاص. بصوا ادي الشكل النهائي. بصوا كانت الحاجات زي ما قلت لكم، حتى في جزئيه من البزله كانت الجزر بتاعها كفه، وفي جزئيه تانية عملتها من غير جزر، قلت هبقى اجيب لها جزر بعدين. بصوا اول كيسين دول بتوع الخضره بتاعه القلقاس بعد ما جهزتها وتمام زي الفل جاهزه. وفلفل الوان، بصوا شكله حلو جدا. بصوا القلقاس بيفضل باللون ده من السنه للسنه. الفيديو ده يا بنات والله طريقه التفريز اللي فيه بسيطه، ما فيهاش اختراعات، بس على ضمانتي انا بقالي سنين بعملها. ويا رب يا رب اكون فدتكم بمعلومه حتى صغيره قوي كده، ويا رب يكون الفيديو ممتع ليكم وتستفادوا منه. حاولي ان انت حتى لو بتجيبي حاجه للبيت لو هتخلي منها كميه صغيره تفرزيها على جنب هتبقى حلوه، مش شرط تجيبي كميات كبيره ترهقك وتتعبك وكده. واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه بامر الله، فيديوهات قويه جدا. واللي وصل معايا للجزء ده في الفيديو ما تنسيش لايك 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 وكومنت قمر زيك. ويا رب اشوفكم على خير، ويا رب يبلغنا ويبلغكم رمضان على خير ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين بامر الله. اشوفكم يا اماراتي بالف خير يا رب، ويا رب يحقق لنا دعواتنا. بنات ما تنسوش ادعوا كتير كتير، شهر رمضان بترفع، شهر شعبان بترفع فيه الاعمال، وادعوا كتير يا رب يجعلنا من المستجاب دعواتهم يا رب، احنا وانتوا، ويرزق كل سائل بما يسأل يا رب، اللهم امين. و صباح الفل. اقابلكم في فيديو جديد على خير، مع السلامة.